والحقيقة أن القاهرة هي من تقود التغيير في الشرق الأوسط. أن القطاع أرض للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية في تحد قوي لموقف ترامب. 加沙属巴勒斯坦人民，也是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。任何强制改变加沙地位的行径都不会带来和平。所以我们支持埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和平计划。 كانت الصين أيضا من الدول الرافضة بشكل قاطع لأي تعد على السيادة المصرية خصوصا في قناة السويس، ورفضت بحسم تصريحات الرئيس الأمريكي التي طالب فيها بالعبور المجاني من القناة المصرية. وقناة السويس ما زالت صداعا في رأس واشنطن، سواء بسبب تزايد الاستثمارات الصينية فيها أو بسبب مشاريع التوسيع والتطوير التي تقوم بها مصر، بما يعرقل أي مشروعات بديلة تسعى واشنطن إلى تبنيها لتهميش القناة. الصين لها مشروع جديد اسمه الحزام الطريق اللي هو طريق الحرير بتاع زمان. تعمل مصر بإصرار على توسيع تحالفاتها خصوصا في ظل ما تراه محاولات لاستهداف أمنها القومي، فتقوم بتوطيد علاقاتها مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، وتصيغ تحالفا إقليميا مع تركيا، وتتواصل معها إيران لتكون في قلب هذا التحالف، ما يعني أن مصر أبعد ما تكون عن الخسارة، خلافا لما روج له على منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة منسقة تستهدفها. والحقيقة أن القاهرة هي من تقود التغيير في الشرق الأوسط. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.